حبايب قلب المو، صباح الفل عليكم. النهارده زي ما كلنا عارفين 31/8/2025، والنهارده برضه يا صديقي الذكرى السنويه ال 19 لوفاه الراحل محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب للي ما حضرهوش هو كان واحد من افضل الباكات الشمال اللي جت في تاريخ مصر، وهو برضه واحد من افضل اللعيبه خلقا اللي جم في تاريخ مصر. والنهارده في احياء الذكرى ال 19 ليه انا جاي اقول لك ما لا تعرفه عن محمد عبد الوهاب. في 1/10 سنة 1983 ولد محمد عبد الوهاب في محافظة الفيوم. بدأ مشواره في عالم كرة القدم وهو لسه 14 سنة في مركز شباب سنورس، وعن طريق مدربينه اللي شافوا فيه الموهبة ودوه اختبارات ناشئين نادي الزمالك. وبالفعل بيدخل محمد عبد الوهاب اختبارات ناشئين نادي الزمالك وبيجتاز الاختبارات وبيقضي 4 شهور تدريب مع ناشئين نادي الزمالك. ولكن لما جه وقت الجد للأسف والده رفض انه يمضي على استمارة كده اللاعب في نادي الزمالك. انا والله عن نفسي ما عنديش معلومه مؤكده ليه والد محمد عبد الوهاب عمل كده، ولكن بعض الناس بتقول بسبب حب والد محمد عبد الوهاب وانتمائه الشديد للنادي الاهلي. وبالرغم من اني راجل زملكاوي ولكن ده شيء يحترم، بالاخص ان احنا فقدنا موضوع الانتماء ده في وقتنا الحالي، وطبعا الامثله كتير. وبعد ال4 شهور اللي قضاهم محمد عبد الوهاب في ناشئين نادي الزمالك بتنتهي رحلته مع ناشئين نادي الزمالك وبينتقل لمركز شباب الالومنيوم. وطبعا زي ما كلنا عارفين الموهبه بتفرض نفسها. بعد فتره قصيره لمحمد عبد الوهاب في مركز شباب الالومنيوم بيتصعد للفيرست تيم لنادي الالومنيوم، وبيقدم معاه مستويات ممتازه وبيتالق وبيبدا صيته يعلى شويه. والصيت ده يا سيدي وصل لمين؟ وصل للكابتن حسن شحاته. الكابتن حسن شحاته اللي وقتها كان بيشغل منصب المدير الفني لمنتخب الشباب. وبيقرر الكابتن حسن شحاته انه يضم محمد عبد الوهاب لمنتخب الشباب في عام 2003، بالاخص في افريقيا للشباب بوركينا فاسو 2003، البطوله اللي فاز بيها منتخب مصر واللي سجل فيها محمد عبد الوهاب هدف التقدم في مباراه مالي، والبطوله اللي قدم فيها محمد عبد الوهاب مستويات عاليه اهلته ان الكابتن حسن شحاته يعتمده كالظهير الايسر لمنتخب الشباب وقتها. ومن بعد البطولة دي بيشارك محمد عبد الوهاب مع الكابتن حسن شحاتة في كأس العالم للشباب 2003 في الإمارات، وزي ما عهدناه وزي ما اتعودنا عليه بيقدم مستويات ولا أروع وبيلفت جميع الأنظار ليه. ومن ضمن الأنظار اللي التفتت ليه دي كان نادي الزفرة الإماراتي. وبالفعل نادي الزفرة الإماراتي ما كدبش خبر وتعاقد مع محمد عبد الوهاب لمدة 4 مواسم قادما من نادي الألومنيوم. ولكن للأسف محمد عبد الوهاب تقريبا ما لبسش تيشيرت الزفرة الإماراتي أساسا، لأن في الموسم الأول لمحمد عبد الوهاب مع نادي الزفرة الإماراتي بيقرر نادي الزفرة إنه يطلع محمد عبد الوهاب لمدة موسم لنادي إنبي على سبيل الإعارة. وبالفعل بينتقل محمد عبد الوهاب لنادي إنبي، وبرضه كما عهدناه بيتألق وسيتو بيذيع في الدوري المصري كله. وسيتو ده أجبر الإيطالي ماركو تارديلي المدير الفني لمنتخب مصر الأول وقتها إنه يضمه لمنتخب مصر الأول. وبالفعل بينضم محمد عبد الوهاب لاول مره في مسيرته لمنتخب مصر الاول استعدادا لتصفيات كاس العالم. وعلى السخن كده وفي اول مباراه دوليه لمحمد عبد الوهاب مع المنتخب الاول بيسجل هدفه الاول في مرمى السودان في اطار تصفيات كاس العالم تحت قياده المدرب ماركو تارديلي. واصبح صيت عبد الوهاب مش بس على المستوى المحلي في الدوري المصري، لا ده على المستوى الدولي مع منتخب مصر. والتالق اللي قدمه محمد عبد الوهاب ده خلى النادي الاهلي ما يترددش لحظه ويقدم طلب استعاره من نادي الزفره الاماراتي لمده موسمين. وبالفعل محمد عبد الوهاب بيحقق حلمه وحلم والده وبينتقل للنادي الاهلي على سبيل الاعاره لمده موسمين قادما من الزفره الاماراتي. الزفره الاماراتي اللي زي ما قلت لك محمد عبد الوهاب تقريبا ما لبسش التيشيرت بتاعه، او تقريبا كده نادي الزفره الاماراتي كان بيستثمر في محمد عبد الوهاب. لان يا صديقي لو انت ما اتفرجتش على محمد عبد الوهاب فاحب اقول لك ان محمد عبد الوهاب هو واحد من افضل الاظهره اللي جت في تاريخ مصر. لو عايزني اشبهها لك كده هو لاعب، لو هتشبهه بباك شمال من اللي موجودين حاليا فهشبهه لك بعلي معلول، مع امتيازات لمحمد عبد الوهاب في الناحيه الدفاعيه. محمد عبد الوهاب يا سيدي كان باك شمال سريع، باك شمال مراوغ، باك شمال بيرفع عرضيات بالمسطره، ده بجانب كمان انه كان بيمتاز بلعب الضربات الحره. وده يا سيدي اللي كان بيقوم بيه واحد زي علي معلول اللي اصبح اسطوره من اساطير النادي الاهلي. بلس بقى ان محمد عبد الوهاب كان بيمتاز عن علي معلول بالادوار الدفاعيه. فلو انت ما اتفرجتش على محمد عبد الوهاب اتمنى تكون جمعت محمد عبد الوهاب ده كان ايه. ولكن يا سيدي بالرغم من التألق اللافت اللي عمله محمد عبد الوهاب على المستوى المحلي والمستوى الدولي، الا ان كان قدامه عقبه كبيره قوي في النادي الاهلي اسمها الانجولي جilberto. الانجولي جilberto اللي كان حاجز مركز الظهير الايسر باسمه في النادي الاهلي. وبالفعل انطلاقه محمد عبد الوهاب مع النادي الاهلي ما كانتش افضل حاجه بسبب عدم وجود فرصه ليه، لدرجه يا صديقي ان الموسم الاول لمحمد عبد الوهاب وبالاخص الدور الاول محمد عبد الوهاب ما شاركش الا في شوط واحد قصاد اسمنت اسيوط. وجدير بالذكر ان وقتها محمد عبد الوهاب كان الباك الشمال الاساسي لمنتخب مصر ولكن الاحتياطي للنادي الاهلي، وده كله زي ما قلت لك بسبب وجود داهيه في الباك الشمال اسمها جilberto. ولكن عشان لكل مجتهد النصيب، مع بدايه الموسم الثاني لمحمد عبد الوهاب بيبدا دوره يزيد،
بالاخص بعد مباراه النادي الاهلي ونادي النجم الساحلي في دوري ابطال افريقيا 2005 اللي خرج فيها جilberto للاصابه ونزل فيها محمد عبد الوهاب. المباراة اللي تألق فيها محمد عبد الوهاب، وبعد 10 دقايق بس من نزوله بيعمل عرضية بالمقاس على دماغ أسامة حسني وبيكتب الأسيست الأول ليه مع النادي الأهلي. ومن بعد المباراة دي بيعتمد عليه مانويل جوزيه بصفة أساسية في ظل عدم وجود جilberto اللي كان غايب للإصابة. ومحمد عبد الوهاب ما كدبش خبر، استغل الفرصة ومسك فيها بإيده وأسنانه، وأصبح عبد الوهاب هو الظهير الأيسر الأساسي لمنتخب مصر وللنادي الأهلي، متفوقا على اسماء رنانه واسماء ليها تاريخ زي طارق السيد اللي بدا يكبر في السن وقتها، واحد زي جilberto في النادي الاهلي اللي كان حاجز مركز الظهير الايسر على مدار سنين. اما بقى عن انجازات عبد الوهاب والبطولات اللي حققها، ففي الفتره القصيره اللي عبد الوهاب تالق فيها دي قدروا انه يحصد 10 بطولات، 7 منهم مع النادي الاهلي و3 منهم على المستوى الدولي مع المنتخبات. حصل محمد عبد الوهاب على بطولة الدوري مع النادي الأهلي لموسمين 2004 2005 و2005 2006، وحصل على كأس السوبر المصري برضه مرتين لموسم 2005 و2006، وحصل على لقب كأس مصر لموسم 2005 2006. أما عن البطولات القارية فقدر إنه يحقق دوري أبطال أفريقيا مع النادي الأهلي لموسم 2005، وقدر إنه يحقق السوبر الأفريقي لموسم 2006. أما بقى عن البطولات الدولية مع المنتخبات فمحمد عبد الوهاب استهل مشواره مع المنتخبات بالحصول على كأس أفريقيا بوركينا فاسو 2003 للشباب، ومن بعدها مع المنتخب العسكري قدر إنه يحصد كأس العالم للمنتخبات العسكرية 2005، وكان هداف البطولة ب3 أهداف. أما بقى مع المنتخب الأول فقدر إنه يحصد مع كتيبة المعلم كأس أفريقيا 2006 في مصر. كل البطولات وكل الانجازات وكل التألق يا سيدي اللي انا بقوله لك ده عمله وهو لسه ما تمش ال 23 سنه من عمره، ولكن للاسف في ظل ما هو راكب قطر التألق قطر العمر ما بيرحمش، عشان في 31/8/2006 وفي ظل ما عبد الوهاب كان بيأدي تدريباته في استاد مختار التتش عادي جدا وبيجري في وسط اصحابه وما بيشتكيش من اي امراض، يسقط فجأة محمد عبد الوهاب على ارضيه استاد مختار التتش في حاله اغماء وفي حالة ذعر من كل اللي موجودين، وكل الناس اتلمت عليه وكل واحد مفيش على لسانه غير هات الاسعاف هات الاسعاف. ولكن اللعيبه ما استنتش الاسعاف لما تيجي وخدوا وائل رياض شيتوس في عربيته عشان يوديه المستشفى، ولكن للاسف داخل عربيه وائل رياض بيسترد الله امانته وبينتقل محمد عبد الوهاب الى الرفيق الاعلى وبيوصلوا بيه المستشفى، وبعد ما الدكتور ما بيشوفه بيقول لهم البقاء لله، الكلمة اللي نزلت زي الصعقة على كل الحضور في المستشفى، ومن بعدها نفس الصعقة نزلت على الشعب المصري كله بعد ما الخبر اتعرف. يكفي ان اقول لك ان الشعب المصري كله يوم 31/8/2006 نام حزين. الحزن ده ما كانش لمجرد انك فقدت لاعب موهوب عمره 23 سنة، انت فقدت لاعب كمان من اكتر اللعيبة خلقا في تاريخ مصر. اعذروني لو بشبه، يعني انا مش بفول على حد، بس زي ما قلت لك في اجيال ما حضرتش محمد عبد الوهاب، انا عايز اوصل لها مين هو كان محمد عبد الوهاب. زي ما قلت لك من شويه على المستوى الفني محمد عبد الوهاب كان يشبه كتير علي معلول، لاعب سريع، لاعب بيجيد المراوغه، لاعب بيرفع عرضيات بالمسطره، ده بجانب كمان انه كان بيشوط ضربات حره. عشان كده انا شبهته لك بعلي معلول، وقلت لك كمان انه يزيد عن علي معلول في حته الادوار الدفاعيه، يعني من الاخر كده كان باك شمال متكامل. اما بقى عن الاخلاقيات فلو هتشبهه بالاخلاقيات هتشبهه بزميله في نفس المركز محمد عبد الشافي، يعني من الاخر كده يا صديقي محمد عبد الوهاب ده كان باك شمال هجوميا يشبه كتير علي معلول، بجانب انه كمان دفاعيا احسن منه، بجانب انه اخلاقيا يتشبه بواحد زي محمد عبد الشافي. وصلتك مين هي الشخصيه اللي انا كنت بتكلم عنها؟ ولكن في الاول وفي الاخر احنا ملناش حاجه في نفسنا وما يتعزش عن اللي خلقه. ولو وصلت معايا لنهايه الحلقه فقبل اللايك والسبسكرايب والكومنت انا عايزك تدعي دعوه حلوه لمحمد عبد الوهاب بالرحمه، ربنا يرحمه برحمته يا رب ويسكنه فسيح جناته، واشوف وشكم على خيرة الله. احلى اخوات واحلى متابعين.